السلام عليكم حبايبي، كيف نتوما؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت وجبت لكم الجديد. كنتمنى هاد الملويه اولا نسمنها اولا الرغيفه، كل واحد شنو كيسميها في المنطقه ديالو. كما كنقول حنا كنقولوا الرغيفه هنايا. جبت لكم الرغيفه كتحشى في الفران، كتجي بحال البسطيله غزاله كما كتشوفوا، مزوقه من الفوقين بعد ما اما دهنها بالعسل اولا كوفيتير، وكتزوقها من فوق على الطريقه ديالك. نمشيو المقادير ديالنا هما هادو: 500 غرام ديال الدقيق الممتاز كما كتشوفوا، كنغربلوه مزيان. عندنا 200 غرام ديال هذا الطحين الفينو كما كتشوفوا، حتى هو كنغربلوه. عندنا خماره ديال الحلويات ديال 7 غرام، خماره ديال الحلويات 7 غرام. وعندنا سميتو فاني ديال الحلويات ديال 7 غرام حتى هو. جوج معالق كبار من ديال السكر سنيده، رشه الملح كما كتشوفوا، 3 المغارف ديال الزيت النباتيه. كنبسبسوا هاد المقادير كامله، كنبسبسوها مع بعضياتها، من بعد كنخلطوها بالماء دافي. كما كتشوفوا العجينه ديال الملاوي اولا ديال المسمن اولا كل واحد المنطقه كما قلت لكم كي هذه كتبغي تدلك مزيان، خصك تدلكها مزيان وتخليها خفيفه. المهم ديالو هو الدلك كما كتشوفوا، دلكم مزيان كما كتشوفوا. من بعد ما كندلكم مزيان العجينه ديالنا، كنحسوا بها انها بدات كتطرطق بين الصبعين ديالنا، يعني كندهنوها بشويه الزيت وكنخبعوها في واحد الميكا، نحيدوها ترتاح. هنا كنخليوها ترتاح العجينه ديالنا. من بعد ما رتحت العجينه ديالنا كنجيو كنشكلوا كويرات، يعني شحال ما خرجت لنا كنشكلوا كويرات على هذه الطريقه. العجينه ديالنا كتخرج تبارك الله. بعد ما شكلنا كوارث كتشوفوهم كنطلقوهم. كتكون عندنا الزبده مذوبه بها كنطلقوا هذه العجينه ديالنا، والعجينه ديالنا كتكون مورقه حتى كنشوفوا بها الرخامه التحتانيه كما كتشوفوا. كنرشوا الزبيده وكنرشوا شويه ديال كنطلقوهم بالزبيده وكنرشوهم بالفينو. كنبقاو نطلعوه نحطوه على جنب، كنبقاو نحطوا وحده فوق وحده كما كتشوفوا. هاد الثانيه كنستمروا على الطريقه هذه. كما شفتوا ما شاء الله. كما شفتوا كنساليو كنمشيو بالعجينه ديالنا وحده فوق وحده. وشكرا اللي كيدعمنا في القناه، وشكرا اللي التعليقات. كنتمنى منكم تخليوا لي التعليقات والاعجابات ديالكم. هما اللي كيحفزوا القناه. التعليقات لو دعمونا في القناه، جزاكم الله الف خير، الله يحفظكم ويجازيكم. وشكرا للاصدقاء كاملين، حتى الناس اللي دخلوا معنا جداد، مرحبا بهم، مرحبا في القناه ديال الشيف سوزانا، مرحبا بكم. وديما الجديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. كما كتشاهدوا كنبقاو نحطوا في وحده فوق وحده وكنساويوهم. كنستمروا على ديك الطريقه كما كتشوفوا باش تجينا بحال الخبيزه. نبقاو نحطوا وحده فوق وحده. هنا جبنا المقلاد الحديد اللي كنطيبوا فوق منها الملاوي، يعني كنعدلوا فوق منها هذه الاخرانيه باش كنجمعوا القنات، هذه الاخيره باش كنجمعوا بها القنات.
كما كتشاهدوا. غنجمعوا بها القناه وغنقطعوا الملويه ديال ما نقطعوها. ونقطعوها كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. بديك الزبيده اللي بقات لنا كنزيدوا نرشوا بها. تحمرنا هذه الملويه ديالنا من داخل. ميكاب طيب كنجبدوها ندهنوها بالعسل اولا كوفيتير، وكنعملوا لها كاين الاختيار اللوز، الكاوكاو، السكر كلاصي، القرفه، القرقاع، باش ما بغيتي تزوقها انت اللي كنتينا حره من فوق كدها اما بالعسل اما بالسميتو كتزوقها انت اللي كيبقى الاختيار ديالك. اما انا عملت لهنايا شويه ديال اللوز محمر وشويه ديال سميتو الكاوكاو وسكر كلاصي انا زوقتها، وشويه القرفه كما كتشوفوا في الجنب. شويه القرفه كتجي بحال البسطيله. شوفوا كيف كتجي مورقه. وتحياتي لكم كاملين وشكرا بزاف اللي شاهد الفيديو حتى الاخر.